السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اسفة جدا على صوتي الاول، والله بردانة. بس بقالي كتير ما نزلتكوش فيديو، والفيديو ده كان عندي من ساعة ما نزلت لكم الفيديو بتاع اوضه النوم، وانا كنت عاملة في نفس اليوم الأوضة دي. بس كان عايز يتمنتج يعني وتركب عليه صوت، بس كنت ايه، مكسرة اللي انا منتجه يعني. فايه انا دلوقتي هو بمنتجه على الحظ بقى ان انا صوتي متدمر، الحمد لله لسه واخده دور برد النهارده والله. المهم هنا زي ما انتوا شفتوا كده، دخلت اول حاجه عملتها، نظفت الشباك والكومودينو وكده. وبعد كده شلت بقى ملايات السرير عشان اغيرها زي ما عملنا بالظبط في اوضه النوم. هفرش بقى السراير بتاعتي كده. كانت عندي طقم السرير ده، طلعته فرشته، كان بقالي فتره ما فرشتوش. طلعته افرشه كده. وطبعا لسه بقى تنفيضات ان شاء الله، العيد هنعملوها سوا مع بعض بقى. هنشيل تحت السراير ديت وهننضف بقى. ان احنا كان من ساعة تنظيفة الشتاء واحنا ما شلناش بقى تحت السراير، لان طبعا الجو كان تلج. زي ما عشتوا معايا برضو اجواء الفرش كده في الشتاء، ان شاء الله عايشكم معايا اجواء الفرش في رمضان. بس زي ما قلت لكم، سجادي نضيف مش هغسله. سجادي هغسله ان شاء الله لما اجي افرش السجاد الصيفي، وطبعا ده مش دلوقتي خالص. فرشت بقى السراير كده، ورفعت الكرسي دوت والعجلة اللي بتبقى في الأرض اللي بتاعت ابني يعني، والكرسي بتاع الكمبيوتر ده. وبدأت أكنس طبعا بعد ما مسحت كل حاجة في الأوضة. بس كده بكنس بقى الأرض كده كويس، وكمان برفع عشان أعمل برضو تحتيها كده بالمكنسة بالكهرباء. المكنسة دي مغلباني شوية، الماسورة بتاعتها باظت، عايزة اروح بقى اشتري لها ماسورة وقاعدة كده من تحت. الخرطوم بتاعها سليم وكل حاجة، لكن اللي هي الكوع اللي بيمسك الخرطوم بالماسورة بيتكسر مني كل شوية، لاني مش لاقية على الماسورة نفس الكوع. فهضطر بقى اشتري ماسورة وكوع والقاعدة اللي تحت دي، لانها باظت خالص. هي المكنسة بتشفط حلو وكل حاجة، بس العيب بتاعها اللي هي القاعدة اللي من تحت دي اللي بنكنس بيها، وكمان اللي هي الماسورة. وان شاء الله لما انزل كده هدور لها على قطع غيار واركبها. بكنس بقى الارض معايا كويس كده زي ما انتم شايفين، وتحت المكتب كل حتة كده بكنسها حلو قوي. بتبقى في حتة كده بتبقى فراغ بين المكتب والسرير. بصوا شلت البتاع ذات نفسها عشان كده موطية، عشان اكنس الحتة اللي بتبقى عند طرف السرير دي. فشلت القاعدة بتاعت المكنسة وبعمل بالخرطوم كده، آه عشان انضف يعني كويس الأوضة. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب. واللي بيتفرج عليا من غير ما يشترك في القناة ياريت ينورلي ويعمل اشتراك ويتضم لعيلتنا الجميلة الصغنطوطة دي، عشان اكبر بيكم ان شاء الله. واسفة مرة تانية على صوتي والله بجد يعني، بس كان لازم اسجل لكم الصوت، لاني كان بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات. بنزل بقى وبطلع وكده، وبجيب حاجات ومش عارفة وغير بقى دروس ومذاكرة. فبجد الموضوع صعب اوي. هو انا رحت فين تفتكروا يا ولاد؟ اختفيت كده، اين انت؟ تفتكروا رحت فين؟ بكنس الحتة التانية اللي عند التلفزيون، مش عارفة انتي رحتي فين. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده والشير والسبسكرايب. يا جماعة انا تهت ولا ايه؟ انا هو شكلي كنت بكنس تحت تحت المكتب بقى وورا المكتب وكده، يعني شكلي كنت عمالة اكنس. وكنت برفع كمان السجادة دي عشان اعمل تحتيها. ودودو جه كان بيعمل معايا، كنت انا ودودو بنرفع المكتب وكده. ان تقريبا اليوم ده تقريبا كان كريم في الدرس، انا مش فاكرة، لان الصراحة الفيديو ده بقاله اسبوع كده ولا حاجة. ده جه يسلم عليكم كده ومشى. طبعا برضو زي الروتين اللي فات، نفس الكروس كده، بس عشان طبعا همسح الارض الشراب ما يتبلش، يعني انا كل ده محافظة على ان شرابي ما يتبلش، لان اليوم اللي انا كنت بعمل فيه ده الجو كان تلج.
هو دلوقتي طبعا الجو اتعدل وبقى كويس الى حد ما، بس برضو بتيجي كده شوية هوا وزعابيب، بس برضو ارحم من اليوم اللي انا كنت بعمل فيه الشقة ده. صدقوني كان الجو رهيب رهيب رهيب، لدرجة ان انا مسلطة الكاميرا على الارض كده لاني فعلا ما كنتش قادرة ان انا البس عباية او الكلام ده، كنت سقعانة عايزة كده افضل لابسة الترنج بتاعي كده والشراب بتاعي بتاع الترنج، ويعني ايه والزند كده، وابقى متدفية. عارفين انتوا الحركة دي اللي تبقوا قاعدين في البيت كده متكلفتين؟ انا كنت عايزة ابقى كده. انا كمان كنت لابسة الروف فوق الترنج ده، بس قلعته بقى عشان هبقى مخنوقة يعني وانا بعمله كده. فتلاقوني مضيقة الكادر بتاع الكاميرا شوية يعني. بس خلاص بقى الشتا خلاص راح بقى، وهنطلع بقى تاني براحتنا ونلبس عباياتنا بقى وإزيلاتنا بقى ونبقوا براحتنا يعني. اللبس الصيفي طبعا بيبقى أريح بكتير من اللبس الشتوي كتصوير وكده. هنا بقى ايه، رحت اجيب الموب. هو انا بروح بختفي وبرجع صح، مش عارفة بغيب ليه كده، بنزل الكاميرا مفتوحة. انا بقى خلاص نزلت جبت حاجة رمضان، وعندي حاجة رمضان اساسا اللي هي الزينة والحاجات دي متشالة من السنة اللي فاتت تحت السرير، هطلعها. فمش هشتري زينة السنة دي الحمد لله، كنت جايبة السنة اللي فاتت يعني. وطبعا الغلا دوت مش محتاج ايه ان الواحد يعني يفكر في رفاهيات اكتر ما يفكر في الاساسيات في الغلا اللي احنا فيه يعني. فالصراحة مش ناوية اجيب اي حاجة للزينة، هستكفى باللي عندي يعني. والله يعني بيت الجملة ده لوحده ولا اللحوم بجد مش عارفة يعني. ربنا يرحمنا برحمته يا رب ويرفع عنا الغلاء. على فكرة بسجل لكم الفيديو دلوقتي، احنا النهاردة ليلة النصف من شعبان، فالدعوات ان شاء الله مستجابة، وان شاء الله بإذن الله ربنا يرفع عنا البلاء والغلاء ويبعد عنا البراكين الزلازل، ويحفظنا ويحفظ ولادنا ويحفظ مصر يا رب، ويحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب. اللهم امين يا رب، يحفظ العالم كله يا رب. هنا بقى بفرش ايه السجاد كده بس كده، والأوضة خلاص تبقى خلصت معايا. وفرشت الأوضة وعملت أوضة النوم، هعمل بقى أوضة المعيشة بس مع حالي كده. بس كده، وإن شاء الله استنوني بقى في فيديوهات رمضان إن شاء الله. نفرش بقى ونعلق الزينة مع بعض، وإن شاء الله تبقى فيديوهات حلوة وتعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان يعود عليكم بالخير يا رب واليمن والبركات.